الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما آله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية منتطئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي ظهورا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد اختصاره السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه، ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد القضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه حماه ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه.
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر بن نسار بن معد بن عدنان، وهاسر نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأرض به من عقد تألقت كواكب الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطه المنتقى، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه سرات سرار النبوة في أسارير غررهم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما من يعانون سقما وشقوا. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله